السلام عليكم، انا رحمة ناجي. رجعت لكم فيديو جديد وان شاء الله يعجبكم. هعمل النهارده معاكم الرقاق الناشف ده. معلش اتاخرت عليكم بس عشان دخول العيد بقى وكده. هعمله لكم باسهل طريقه وهتعملوه في البيت وهتعملوه على طول. يلا بينا نشوف الطريقه. هحتاج الاول 2 كيلو من الدقيق، انا نخلاهم كويس وحطيت عليهم رشه كده كويسه من الملح، وحوالي معلقه ونص كده كبار من السكر، وهقلبهم كويس جدا. وهعجن بمية تكون دافية او مية من حنفية عادي، بس انا عجنت بمية دافية. وهعجن كويس جدا، هفضل احطه في مية واعجن لغاية ما يوصل للقوام اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. بالمناسبة عجينة الرقاق بتبقى قاسية شوية، ما بتبقاش طرية. انا سبتها ترتاح 5 دقايق وبعد كده عجنتها تاني عشان ما تتعبنيش في الفرد وتتفرد معايا على طول. كده بقت مظبوطة معايا خالص. بعد كده جبت صينية وفضلت اقرص عليها زي ما انتوا شايفين كده. بتقرصوا على حسب حجم الصينية بتاعتكم. انا عملتها حوالي 90 جرام. فضلت اقرص كده شبه بعض كده بالنظر. ممكن توزنوا الكرة الواحدة وتعملوها على حسب الوزن بتاعكم. انا كده قرصت كل الكمية، حطها على صينية مرشوشة دي كمية كويسة، وغطيتها كده على الوش باكياس تلاجة او اي كيس عندكم. بعد كده هاخد بقى واحدة واحدة كده، هحط على الرخامة شوية برضو دقيق كويسين. الرقاق الناشف بالذات بيحب الدقيق الياما. باخد كده وبفضل افرد بالطريقة اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي. اهم حاجة يكون من الجهتين مليان دقيق. انا كده عملت كمية الدقيق لغاية ما كل العجينة عندي بقت كلها مليانة دقيق. وبعد كده هجيب الدقيق بقى على جنب، وهشتغل بقى لغاية ما تتفرد معايا خالص وتبقى رقيقة جدا. اهم حاجة تتفرد معاكم وتبقى رفيعة جدا زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. لو تعرفوا ترحوا العجين بايديكم رحوها، هتبقى اسهل عليكم بكتير. ولو ما بتعرفوش افردوا بالنشابة عادي جدا، برضو هتتفرد معاكم وهتبقى كويسة. افضلوا افردوا فيها على قد ما تقدروا لغاية ما تخف خالص معاكم وتبقى رفيعة جدا. وحاولوا ليه متقطعش معاكم، العجينة هتبقى سهلة معاكم خالص اصلا. وكل ما تسيبوها ترتاح كل ما تتفرد معاكم. انا كده فردتها لغاية ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. معلش الفيديو طويل شوية بس انا عايزة اوريكم خطوة بخطوة، مش عايزة اطول عليكم والله. انا كده بقت معايا جاهزة. بصوا ايديا باينة من تحت ازاي. باخدها على النشابة زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بروح على صاجة الفرن على طول. بتكون الصاجة قريبة من النار من تحت، ومشغلة الشواية، وبحطها على طول على الصاجة نصاجة قلبها. بحطها زي ما انتوا شايفين كده لغاية ما تاخد معايا لون. بس هتفضل تنتفخ من الجناب ازاي، بتعمل بابلز كده، تعرفوا اللي هي خلاص كده معاكم. وهتاخد لون من فوق زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. واول ما تاخد لون بطلعها على طول على ملاية او اي فوطة. بس اهم حاجة تكون متعرضة للهواء، ما يبقاش في حاجة تكون مكتومة علشان يبقى ناشف معايا وما يبقاش طري. بوريكم واحدة تانية كده في الفرن. بصوا بتتنفخ معايا ازاي. بجد كانت العجينة ممتازة جدا وهتعمل معاكم كمية مناسبة. انا كده بقى خلصت معاكم الفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم. بصوا بيتكسر معايا ازاي، كان بمنتهى الجمال. ممكن تسووه على البوتاجاز من فوق بس مش هيبقى ناشف زي ما انتوا شايفين كده، هيبقى مقدد شوية. دي التسوية الصح بتاعته. بجد كان جميل معايا ومفيش ولا واحدة اتحرقت مني ولا واحدة طرية. يا رب الفيديو يكون عجبكم واشوفكم المرة الجاية على خير وبألف هنا.